لو انت بتنام بدري ومش بتسهر لحد الصبح فأكيد فاتك حفلة الجيم أووردز. وأنا عن نفسي بستنى الحفلة دي مش علشان خاطر أشوف الجوائز، ولكن علشان أشوف الإعلانات للألعاب الجديدة اللي هتنزل خلال السنين اللي جاية. فالفيديو ده هقول لكم أهم الألعاب بشكل سريع. معاك منتصر من جيمز آرك. لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا علشان أقول لك إيه هي الألعاب دي. أول لعبة واللي اتعلن عنها وكنت مستنيها الصراحة، والأجمل إن هما كانوا إعلانين مش إعلان واحد، وهو إعلانات لعبة توم بريدر واللي هتنزل لها جزئين، واحد فيهم ريميك للجزء الأول في السلسلة واللي نزل أواخر التسعينات، وصراحة ريميك شكله مبهر جدا وشكله كده هيبقى جامد، وهيكون تحت اسم ليجاسي اوف اتلانتس واللي هينزل خلال السنة اللي جاية. والإعلان التاني هيكون عن الجزء الجديد اللي هينزل بشكل مختلف تماما عن السلسلة اللي فاتت، وهيكون تحت اسم كاتاليست وده هينزل سنة 2027. أما بقى بالنسبة لتاني إعلان كنت متحمس له وعجبني جدا جدا، هو الجزء الجديد من لعبة كنترول، واللي الإعلان بتاعها فاجئني صراحة، لأن في حاجات كتير اتغيرت. يعني لو انت لعبت الجزء الأول فانت عارف ان جيسي كانت بتدور على أخوها وعايزة تعرف ايه اللي حصل له. في الجزء الجديد بقى انت بتلعب بأخوها علشان تعرف الجانب اللي هو كان موجود في القصة بتاعته. ومش بس ده كمان اللي اتغير، لا ده اللعبة كمان واضح عليها انها اتغيرت لهاكن سلاش، وده المعنى الحرفي لكلمة الجيم بلاي بتاعها اتطور. اعتقد ان ده هيعجب ناس كتير جدا، والجزء ده هينزل سنة 2026 على كل المنصات. وبرضه من الاخبار المهمة جدا واللي كان في ناس كتير في انتظارها هو خبر عودة ليون للجزء الجديد من ريزيدنت ايفل، وظهر كمان في جيم بلاي، وده معناه ان اللعبة هتتلعب بشخصيتين وهو جريس وليون. فاستعد بقى للتجربة، شكلها كده هتكون حاجة جامدة جدا، وزي ما الناس ما بتقول فاخر من الآخر. واخر خبر وده لعشاق البلاي ستيشن واللي فضلوا فتره كبيره جدا يشوفوا اعلانات للعبه فانتوم بليد زيرو واللي شكلها مبهر جدا، وبصراحه اخيرا تم الاعلان عن موعد صدورها واللي هيكون يوم 9/9 سنه 2026. والخبر ده عمل هايب كبير جدا اثناء الحفله، وده يدل ان كان في ناس كتير قوي مستنيه الخبر ده ومستنيه تشوف اللعبه. وبكده يا صديقي اكون اديتك اهم الاخبار اللي حصلت في الحفله، مش كل الاخبار برضو علشان اكون صريح معاك. كان معاك منتصر من جيمز آرك. لايك وشير وسبسكرايب ونتقابل في فيديوهات تانية كتير. سلام.